السلام عليكم ومرحبا بكم في مطبخ ابتسام. اليوم ان شاء الله غادي نوجد معكم واحد الحلوى سهله واقتصاديه، والاهم انها كتجي لذيذه بزاف ومقرمشه. نوجدوها للعيد او لدوازاتي الايام العاديه. نتمنى ان شاء الله تعجبكم، ونخليكم مع المقادير وطريقه التحضير. نبداو بسم الله على بركة الله. بالنسبة للمقادير غادي نحتاجو كاس العنبة ديال الزيت نباتية، كاس العنبة ديال الزبدة مذوبة ومحيد منها الماء، انا استعملت الزبدة لدة. كاس اللارب ديال السكر سنيدة، واحد القبيصة د الملحة، وكنحتاج ساشي ديال خميرة الحلويات وساشي د فاني، وكنحتاج واحد قياس كاس ونص حتى لجوج كيسان ديال الكركاع. هنا خديت انا 20 درهم د الكركاع هي اللي استعملت، كنقطعهم طريفات صغار كيف ما كتشوفوا معايا. وكنحتاج 6 الكيسان ديال الدقيق الابيض الخاص بالحلويات. كنوضعوا المكونات ديالنا كامله في القصريه: الزيت والزبده، السكر سنيده، الفاني وقبيصه د الملحه، وكنخلطوهم مزيان حتى كيذوب السكر. كنخلطوهم مزيان كيف ما كتشوفوا. من الاحسن تكون باليد باش كيذوب السكر مزيان. من بعد كنبداو نضيفوا الدقيق، كنضيف جوج كيسان في الاول وكنخلطهم، وعاد كنبدا نزيد شويه بشويه. المهم العجينه خدات مني 6 الكيسان وشي 2 معالق تقريبا. المهم نتوما عينكم ميزانكم على حسب الطحين واش كيشرب ولا لا. المهم انا خدات مني 6 الكيسان و2 معالق. صافي كنبقاو نخلطوها هكا مزيان وكنضيفوا الدقيق شويه بشويه حتى كتجمع لينا العجينه. هنا بالنسبة للسكر سنيدة أنا درت كاس اللارب. علاش؟ حيت غادي نفند الحلوى في الاخر في السكر كلاصي، ولا غادي نرشوا عليها بالصفايه. الا ما كنتوش غتفندوها في السكر كلاصي كديروا كاس ديال العنبه ديال السكر عامر في الاول مع الخليط باش ما تجيكمش الحلوى مسوسه. هنا غادي نضيف خميره الحلويات مع الدقيق، وغادي نعاود نخلط مزيان. صافي هنايا كيف ما كتشوفوا معايا راه تجمعات. هاد العجينه ساهله دغيا كتجمع دغيا كيف ما كتشوفوا معايا القوام ديالها كيفاش كيكون. صافي هنا كنضيفوا عليها الكركاع. ملي غادي نضيفوا الكركاع وغادي نخلطوها، حاولوا ما تخلطوهاش بزاف باش ما تسخن لكمش العجينه. الا سخنات لكم غتخليوها واحد 10 دقائق، عاد غادي نبداو نشكلوها كويرات ونوضعوها في الصينيه اللي غادي ندخلوا الفران. كيف ما كتشوفوا معايا كنحاول ندخل الكركاع في العجينه مزيان هكا. صافي غير شي شويه ما ندلكوهاش بزاف. صافي غنبقاو ندخلوها بحال هكا وكنبداو نصنعوا الكويرات ديالنا. كنشكلوا الحلوى ديالنا على شكل كويرات وكنوضعوهم في الصينيه، وكندخلوهم الفران اللي يكون شاعل من قبل. من كندخلوا الصينيه كنطفيو لتحت، كنخليوه شاعل من الفوق على ما تشقق وتحمر من الفوق، عاد كنشعلوا عليها من التحت. ودرجه الحراره تكون 150 درجه. ملي كندخلوا الصينيه الفران كنقصوا الحراره ل 150 درجه. من بعد ما كنخرجوها من الفران كنخليها تبرد واحد شويه، وكنشد الصفايه كندردر عليها السكر كلاصي ولا كنفندوها في السكر كلاصي على حسب كل واحد والذوق ديالو. كيف ما كتشوفوا الحلوى ديالنا من بعد ما خرجت من الفران كتجي لذيذه بزاف وكتجي محمره وفي نفس الوقت كتذوب في الفم. والكركاع كيعطيها واحد التقرميشه غزاله. نتمنى ان شاء الله تعجبكم. حلوة سهلة وسريعة واقتصادية، نوجدوها للعيد ولا دوز الأتاي الأيام العادية. نتمنى إن شاء الله تعجبكم. ولا عجبكم الفيديو ما تنساوش تخليولي لايك
والتعليقات ديالكم، ومع السلامة إلى فيديو آخر إن شاء الله.